سلوكيات مختلفة وسلطات متعددة قسمت المدينة لا على أساس جغرافي فحسب، بل على أساس السلوكيات والمظاهر. هنا حيث تحكم الحكومة تسدح التسجيلات الصوتية بأصوات الأغاني، ومحلات تخزين القات تفتح أبوابها لزبائنها كل يوم، وتزاول أعمالها دون خشية من أحد يعكر صفو مجالسها أو يقيد حركتها. فثمة هاجس أمن يجعل الحكومة غير مهتمة بما يجري في الشوارع والأسواق من سلوكيات ومظاهر، وتتهم بهذا الخصوص خصومها بعرقلة مخططاتها لتطبيق الشريعة الإسلامية. عندما أعلنت الحكومة تطبيق الشريعة الإسلامية، حالت جماعات المعارضة دون ترجمة هذا الإعلان إلى أفعال، وجعل الحكومة حبيسة في أماكن معينة ومنعوها من تنفيذ ما تعهدت به. نحن مستعدون حتى الآن لتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن هذه الجماعات تمنعنا وتحول بيننا وبين تطبيقها. أما في الجزء الآخر من المدينة الذي تحكمه الفصائل المناوئة للحكومة فلا يسمح بالأغاني ولا موسيقى، وتحل محلها التسجيلات الإسلامية. فالرجال الحسبة التابعة لتلك الفصائل ينفذون كل يوم عمليات تفتيش في سيارات النقل العام، بحثا عن سافرات وعن ذاكرات الهواتف المحمولة التي قد تحتوي على أغاني والموسيقى. كما يتم الفصل بين الجنسين في الحافلات، حيث خصصت المقاعد الخلفية للنساء. نحن هنا لنحارب كل ما يخالف تعاليم ربنا ويتنافى مع الشريعة الإسلامية، وما نقوم به ينبع من حرصنا على أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بعض الصوماليين يرى أن فرض الرقابة وحظر بعض المظاهر يعد تدخلا في خصوصيات الناس، بينما يرى آخرون أن ما يحدث هو عودة إلى الصورة الجميلة للإسلام التي يفتقر إليها مجتمع الصومال. نحن نرى هذه الأمور تقييدا لحرية الناس، تحريم الغناء ومنع الناس من الاستماع إليه وإنزال العقاب أحيانا شيء غريب لم نره من قبل، وهو خاص بهؤلاء. تلك هي حال مدينة مقديشو، فهي بين حياتين مختلفتين تماما، ولكل حياة قواتها ومدافعوها. أما أن تجتمع المدينة على نمط حياة واحدة فمسألة يقررها من يحسم نتيجة المعارك دائرة لصالحه. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.